مين فينا يا ولاد بيحس ان جدول الضرب زي الوحش المرعب اللي بيظهر في المنام وخايفين منه كلنا؟ ومين بيزهق من الحفظ الكتير اللي مش بيخلص؟ انا عارفه الاحساس ده كويس. بس تخيلوا بقى لو قلت لكم ان الوحش ده هيتحول للعبه، واللعبه هتكون سهله جدا جدا جدا. الفيديو ده هيخليكم اشطر ناس في جدول الضرب وهتحلوا اصعب المسائل. اي مجهود، تعالوا واستعدوا، هنغير فكرتك عن جدول الضرب تماما. تعالى النهارده نكتشف السر. جهز ورقتك وقلمك وتعالى. بص ركز معايا بقى، هنعمل ايه؟ وهخليك اسرع من الآلة الحاسبة. قول لي السبعة عايزة كام عشان تبقي 10؟ هتقول لك 3. طب وانت يا 8 عايزة كام عشان تبقي 10؟ عايزة 2. اضرب ال3 في 2 هتدي لك 6. وعد من 3 ل 8 عادي جدا. 4 5 6 7 8. معاك كام؟ معاك 5. ركز معايا في اللي جاي. بس الجدول ده الطريقة دي محتاجة انك تحفظ من 1 ل5 صم بدون اي خطأ. تعال نشوف التسعة عايزة كام عشان تبقي 10؟ عايزة 1. والتسعة عايزة كام عشان تبقي 10؟ 1. اضرب 1 في 1 بكام؟ 1 في 1 ب1. وعد من 1 ل9 هتدي لك 8. التمانية عايزة 2 عشان تبقى 10. ودي كمان عايزة 2. 2 في 2 بكام؟ ب4. و2 من لحد 8 3 4 5 6 7 8. معاك 6 يبقى 64. هسيب لك دي تحلها لوحدك وما اشوف هتحلها ازاي. ده انا بقيت اسرع من الآلة الحاسبة في جدول الضرب. ده انا كنت فاكر ان انا هحفظ في جدول الضرب اسبوع، ده انا حليتها في ثانيه. ايه ده يا جماعة؟ ده مش رياضة، ده سحر. ايه ده؟ معقوله؟